لازم تكون واخد بالك كويس جدا من توجه الدولة للاستثمار في الساحل الشمالي وراس الحكمة والعلمين الجديدة وكل المدن الساحلية بصفة عامة. هل ده كله معمول عشان يبقى 3 شهور في السنة؟ لا طبعا. ناس كتيرة اشترت في العلمين بتعامل وحدتها كأنها فيرست هوم. محمد العبار طلع من فترة على السوشيال ميديا بيقول لك الجمال ده كله يبقى 3 شهور في السنة بس، وإن مصر الدولة الوحيدة اللي بتعامل المدن الساحلية كسكند هوم، مع إن ده هو الفيرست هوم أصلا. تعال أقول لك بقى ازاي الفيرست هوم بتاعك يكون في المدن الساحليه. عندك العلمين مثلا فيها كميه خدمات على مدار السنه مش بتقف خالص. الدنيا بدأت هناك تعمر عمار كامل. عدد السكان تقريبا 11,000 نسمة، ومطار العلمين ابتدى يشتغل رحلات داخلية وخارجية من السنة دي. ده غير كمان القصر الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء ومستشفى العلمين، وكمان هي قريبة من الأبراج، وكمان جامعة العلمين الدولية والأكاديمية البحرية والمدينة التراثية وفندق الماسة. وتم إنشاء مدينة أعمال مركزية زي الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. ممكن جدا يكون عندك مكتب إداري هناك تقدر تدير البيزنس بتاعك منه. دلوقتي أنت حواليك كل الخدمات دي، ليه بقى ما تعملش وحدتك كأنها فيرست هوم؟ ليه ما تسكنش في الجمال ده 12 شهر بدل 3 بس؟